السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت، واعرفي مادام نزلت فيديو وأنا جيت يبقى هتاخدي أحلى كبسولة نشاط تخليكي تخلصي كل اللي وراكي. عايزة أقولك حطيني كده في أي حتة وانتي بتروقي وانتي بتغسلي المواعين وانتي بتطبخي. عاوزة أقولك مش هتحسي بملل خالص، وفي نفس الوقت هتتشجعي كده وتخلصي كل حاجة وراكي. أول حاجة كده بقى قلت هاخد الحمام. هعمل ايه طيب؟ ما انا لازم حاجه فيها رغاوي وصابون عشان اعرف اكمل بقيه الشقه. اول حاجه كده دخلت على الحمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه شفتها ما عجبتنيش هو جردل الشرشوبه ده. قلت اما ايه اغسله كده واصبنه على السريع عشان اخلص منه وما يعملش اي ريحه وحشه. بعد كده بقى بدات ان انا ايه اصبن الحوض بالمره وكمان الحيطه، لان انا قلت ان انا هعمل الحمام كله على بعضه، بالحيطان بقى، بالبانيو، بالارض بكل حاجه. تمام. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا وقت ما بتكلم معاكم اقسم بالله ده بيبقى احلى وقت. وقت تسجيل الفيديو او وقت ان انا اعمل مونتاج على الفيديو ببقى مبسوطه قوي قوي قوي، حاسه كده ان انا قاعده مع اخواتي وبتكلم معاهم يعني، والله العظيم بجد. المهم غسلت بقى كده بقيه الحيطه ورغاوي بقى صابون كتير. وعاوزه اقول لكم معلش هتلاقوا طرطشه ميه كتيره جدا جدا في الفيديو. انا من هواة طرطشه الميه، انا بحب كده، انا بحب طرطشه الميه وانا كده مش عارفه، حتى من صغري بحب جدا طرطشه الميه، وبحب لما كنت اجي اغسل الحمام في بيتنا افضل كده طرطش ميه في الحمام كله، مهم ان انا احس بالنظافه بس. هنا بقى بدات ان انا كده اغسل الحيطان، اصبن برضو الحيطان كلها، هاخد الحيطان كلها داير ما يدور. وبصوا بقى طرطشه الميه، بحب جدا طرطشه الميه والله العظيم. يعني ممكن اقعد اغسل في الحاجه كتير بس احس ان هي نطفت كده تمام، انا كده ببقى تمام يعني. قلت برضو اغسل الحته اللي جنب الحمام دي. انا كنت يعني عامله الحمام بس بقاله مثلا